السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المستشار أحمد عبد ماهر، سأتكلم معكم في موضوع سيعارضني الأغلبية كالعادة، لأنه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كله بيقلد وخلاص، مع أنه الله سبحانه وتعالى نهانا عن التقليد، وحينما أمرنا بالاتباع إنما لم يأمرنا بالتقليد أبدا، والاتباع غير التقليد، لكنكم لا تعلمون التقليد من الاتباع، لذلك صرتم تقلدون رجم إبليس في الحج. رجم إبليس في الحج تعتبرونه شعيرة ومناسك، وهذه مصيبة، بل هي بدعة في الدين. هذه البدعة في الدين، ليه أنا بقول بدعة في الدين؟ يا فضيلة المشايخ بتوع الإسلام كلهم من 1000 سنة فاتت ولا 1400 سنة فاتت، لأنه الله سبحانه وتعالى نص وحكى لنا عناصر الحج وشعائره ومناسكه، لم يكن من بينها رجم إبليس. هذه واحدة. أمر الثاني، الله سبحانه وتعالى حكى لنا دقائق وتفصيلات الحج، حتى أنه قال، اسمع معايا الآية عشان تعرف أنه مش بس تكلم في أركان الحج، لا ده تكلم كمان في فضائل وأعمال يعني من مندوبات. فقال المولى عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر يعمل إيه؟ لابد أنه يطوف بهم، فلا جناح أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شوف الطواف بين الصفا، الحج بين الصفا، السعي بين الصفا والمروة، يبقى إذن فلا جناح عليه، ربنا بيقول كده: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يا إخوة، المولى عز وجل تكلم في قص الشعر، إنما لم يتكلم في أنه المسلمين تجمع 49 حصايا أو طوبة أو 70 طوبة، اللي هيقعد 3 أيام، اللي بيقعد يومين يجمع 49 طوبة، واللي يقعد 3 أيام يجمع 70 طوبة. ما خليناش المسلمين تبقى زبالين، وبعدين ويشيل لهم في الكيس ويحافظ عليهم ويروح يرجم. هو ابليس ساكن في مكة ولا ايه؟ او في ضواحي مكة؟ تكونوش فاكرين كده يعني. وهل لما بترجموا، ايه العبرة بتاع ان انت ترجمه؟ العبرة ان انت تطوف بالصفا والمروة، او تسعى بين الصفا والمروة، ان تتذكر تلك المرأة التي اطاعت زوجها وقالت: الله امرك بهذا؟ فأشار وقال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا. هذه المرأة التي توكلت على الله في واد غير ذي زرع، لم تيأس من السعي 7 أشواط بين الصفا والمروة، عدة كيلومترات في منطقة قاحلة وواد غير ذي زرع، كي توفر الماء لرضيعها إسماعيل. فأنت تتذكر أنه التي تجردت من كل الأسباب إلا من الله سبحانه وتعالى، مسبب الأسباب ومالك الملكوت، فوهبها الله عز وجل بئرا تنضح ماء إلى يوم الدين. هذا هو ما تفعله أو ما فعلته السيدة هاجر، وما يفعله الحاج حينما يسعى بين الصفا والمروة. لكن رجم إبليس، وإبليس بدورين دلوقتي وب3 أدوار، وناس ترجم إبليس وهي في السيارة، مش شفتوهم؟ طبعا شفتوهم أكيد. وناس تلجم إبليس وزحام نساء ويتلاطموا مع الرجال مع الأطفال، وصريخ وقتل، قتل سنويا، قتل.
طب أين الحكام؟ أين حكام المسلمين حينما يكون في كل عام منذ أكثر من 1000 عام قتلى في رجم إبليس أو عند رجم إبليس؟ هل دماء المسلمين صارت رخيصة؟ ولأجل ماذا؟ لأجل أمر لم ينزل في كتاب الله. لقد نزل ذكر الله عند المشعر الحرام، ونزل الطواف بالكعبة، ونزل السعي بين الصفا والمروة، ونزل كل شيء، ونزل الوقوف بعرفة، إلا ذلك الرجم، رجم إبليس. وفين إبليس؟ ده هو موجود جوه الحج، ده كل الموبقات بتبقى في الحج، يعني جميع الموبقات بترتكب فيك يا حج: سرقة ونشل وزنا وسفالة وقذف محصن، كل شيء، وتحرش، كل شيء. هل هذا هو ما أمر الله عز وجل به في الحج؟ ألا يمكن تنظيم الحج أفضل من هذا؟ هل دماء المسلمين التي وأرواحهم التي تنتهي وتنقضي في رجم إبليس أمر ليس عند الحكام بذي بال؟ لذلك أقول بأنها ليست شعيرة وأنها بدعة. ولست أقول هذا لأني جئتكم بدين جديد، أو لأني مجرد ناقد أحب النقد. وأنا لما اتكلمت في سيدنا أبو بكر ظهر أناس مجرد يدافعوا عن القديم، ومجرد يدافعوا عن المذهب، مجرد يدافعوا عن سيدنا أبو بكر بلا طائل ولا فائدة ولا أي شيء. أنا لما قلت إن سيدنا أبو بكر ما كانش مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، كنت أعني هذا، وهذا فقه القرآن وفقه السنة متلاطم في هذا الشأن. لكنكم تعبدون بطريقة هذا ما ألفينا عليه آباءنا، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. والله سبحانه وتعالى ذم الذين يفعلون هذا، الذين يفعلون هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا ما ألفينا عليه آباءنا. المولى عز وجل أمرنا باتباع الرسول ولم يأمرنا بتقليد الرسول. فإذا كان في الاتباع ضرر، فإذا كان في الاتباع مضرة وقتل يحدث للمسلمين، ده إذا كان الرسول عليه السلام رجم إبليس، ده إذا كان، يعني ده إذا كان، ولا أظن هذا أبدا حدث، لأنه طبعا أنا متشكك في كل كتب التراث لما أنزلته بنا من خبال. يا إخوة الإسلام، اتقوا الله ويعلمكم الله. يعني يهديهم ربهم بإيمانهم، كونوا مؤمنين حقا، لا تكونوا هكذا. يا إخوة الإسلام، رجم إبليس هذا من صنع إبليس ليضحك علينا إبليس. رجم إبليس هذا من صنع إبليس ليضحك علينا إبليس. وإذا كان سيدنا إبراهيم فعله فلم ينزله الله عز وجل في كتابه، لم ينزله الله في كتابه. وإذا كان سيدنا محمد فعله فلم ينزله الله في كتابه. أأنتم أصدق أم الله؟ أأنتم أصدق أم الله؟ اتقوا الله. طبعا أنا أعلم تماما أن السنة في غالبها تحارب القرآن والسنة الصحيحة، وأعلم تماما أنكم تحاربون القرآن في كثير من النواحي والدروب. مش برضو انتوا اللي قلتوا انه الصراط المستقيم ده بعد الممات في البعث؟ بينما الصراط المستقيم في حياتك أنت، وأنه القرآن الكريم، وأنه عبادة الله بالصورة القويمة التي أنزلها الله في كتابه. هذا صراط مستقيم هذا. لكنكم لا تبالون حينما تخالفون القرآن، فهكذا تعبدتم وهكذا قلدتم وهكذا أنتم ومشايخكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم. شكرا.